اهلا بيكم في مراجعة جديدة. يا ترى لسه بتضيع وقتك في التدوير في صفحات الدفتر القديم عشان تعرف عم محمد دفع اللي عليه ولا لسه؟ طب كم مرة الدفتر ده ضاع منك ولا اتبل مية وضاع معاه شقة ايامك؟ انسى بقى الدفاتر والهم ده كله. النهاردة جبتلك مكتب محاسبة كامل في جيبك، تطبيق كناش. لو انت صاحب محل، صيدلية، ورشة، او حتى شغال فريلانسر وبتتعب من تجميع فلوسك، الفيديو ده معمول عشانك. هقولك ازاي تنظم حساباتك وتلم ديونك بشياكة ومن غير ما تضيع مليم واحد. كمل الفيديو للآخر، هقولك على تركتين وسرين مخفيين في التطبيق ده هيخلوا شغلك أسرع بكتير. ما تنساش لو لسه مشتركتش في التطبيق اشترك دلوقتي، فعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل مراجعات الابليكيشن الجديدة. وخليني اقولك في الاول هو ايه كناش. تطبيق كناش هو البديل الرقمي لدفتر الديون. التطبيق واخد تقييمات عالية 4.6 على متجر التطبيقات، وده لانه سهل جدا ومصمم للناس اللي مش غاوية تعقيدات محاسبية. الميزة هنا انك مش محتاج انترنت طول الوقت عشان تسجل. التطبيق بيدعم اللغة العربية بنسبة 100%، ودي من اهم مميزات كناش. تعالوا بقى نعد مع بعض المميزات اللي بيشتغل عليها التطبيق ده. اول حاجة هيقدمها لك التطبيق هي اضافة الديون والعملاء. بصوا يا جماعة، بضغطة واحدة بتضيف اسم الزبون. اشتغل، خد منك بضاعة ب500 جنيه، دفع 200 جنيه، اكتبهم والتطبيق هيقولك باقي عليه 300. لا محتاج آلة حاسبة ولا محتاج اي حاجة تانية عشان تخلص العملية دي كلها. تاني ميزة هتلاقيها في التطبيق ده ومهمة جدا لأصحاب الأشغال دي، النسخ الاحتياطي السحابي. أهم حتة شغال عليها التطبيق. لو موبايلك اتكسر، ضاع، كل اللي عليك انك تنزل التطبيق على الموبايل الجديد وتدخل برقمك، هتلاقي كل حساباتك رجعت زي ما هي. يعني فلوسك دايما في التطبيق في الحفظ والصون، مش بقى دفتر اتقطع، دفتر اتبل وضاع، مفيش الكلام ده خلاص. تالت ميزة مع التطبيق رسائل الواتساب. بدل ما تتصل وتتحرج، التطبيق فيه زرار بيبعت رسائل شيك جدا للزبون على الواتساب تفكروا بالمبلغ اللي عليه وتاريخ آخر معاملة. يعني هو بيطالب المدينين بدالك. آخر حاجة هقولك عليها في الميزات اللي شغال عليها التطبيق هي إدارة الموردين. مش بس بيدير لك الزباين، هو بيدير لك العملية والتجارة بتاعتك كلها، زباين وموردين. انت كمان تقدر تسجل الفلوس اللي عليك للموردين عشان تبقى عارف راسك من رجليك، ما تتفاجئش بمطالبات مالية المفروض انها عليك وانت مش عامل حسابها. وصلنا لأهم فقرة في المراجعة وهي التريكات اللي مش الكل يعرفها. وأول سر هقولك عليه سر الربط المتعدد. لو عندك محل وفيه أكتر من بياع، تقدر تفتح نفس الحساب من كذا موبايل في نفس الوقت. أي حد يسجل بيعه أو دين بيسمع عند الكل فورا، يعني مراقبة كاملة لمحلك وانت في البيت. تاني سر محدش هيقولك عليه غيري هو حساب الPDF. كشف حساب PDF. تقدر تطلع تقرير كامل لكل حسابات المحل أو لزبون معين في ملف PDF شكله احترافي جدا، وتبعتهوله أو تخليه عندك كوثيقة رسمية. آخر تركة هقولك عليها وهي خاصة بالقفل والخصوصية، عشان مفيش حد يمسك موبايلك ويعرف أسرار محلك. تقدر تقفل التطبيق ببصمة صباعك أو بكود سري من جوه الإعدادات. فعل التركة دي عشان تحافظ على كل خصوصيات تجارتك. في الآخر بمنتهى البساطة، تطبيق كناش استثمار في وقتك وراحة بالك قبل ما يكون مجرد تطبيق. التطبيق مجاني تماما، هسيب لك لينك التحميل في الوصف تحت الفيديو. لو عجبك الشرح وعايز تطبيقات تانية تطور بيها شغلك، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس.
وقولي في التعليقات انت لسه شغال بالدفتر ولا نقلت للموبايل. ما تنساش اللايك والشير عشان الكل يستفيد، واستنوني في فيديو جديد.